بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين حبيبنا المصطفى الأمين. تحية خالصة إلى كل المغاربة من أقصاه إلى أقصاه، وتحية خالصة وبكل احترام وحب إلى الجالية المقيمة بديار المهجر مغاربة الخارج. إخواني، لا ننسى دائما أن نرفع القبعة لحماة الوطن المرابطين بأقاليمنا الجنوبية والصاهرين على أمن هذا الوطن. واليوم سأتمم قصة كيف كنا نعيش بحمدة تندوف ونحن أسرى. قاسينا الويل، هذا حكيت دائما، قاسينا العذاب، هذا حكيت دائما، وهي رسالة حتى يتشبع بها المواطن المغربي ويقتنع بأن كلمة خوا خوا ليست من اختراع المغاربة، ولكن من اختراع جارة السوء، لأنها دائما حينما تجد رأسها أمام أزمات سواء داخلية أو اقتصادية أو إلى آخره يخترعوا كذبة وبيان خوا خوا، أو المغرب عادو كلاسيكي في عهد شين السمية وشين الريحة اللي هو شنقريحة. إخواني، كنا نعيش في الجحيم، كنا لا نرى النوم كما نعيشه الآن ونحن أحرار في وطن الحبيب. تصور أنت كتنوض مع 4 الصباح وتمشي للأعمال الشاقة وتجي مع ديك 6 و7 العشية، ومن تنعس ما بين ديك 7 حتى ل4 الصباح 4-5 د المحاضرات يصفروا لنا طنطانة، يضربوا واحد الاخر واحد الجانطه تما كبيره ديال الكاميون كيزر جي ام سي وواحد العصا ديال الحديد، ومن يبغيو يفيقونا يضربوها بحال داكشي ديال الرومان طن طن. يا ويل اللي يتاخر. تصوروا نتوما شي في التابوله شي في الحفاري ويضربوا ديك الطنطانه و500 واحد غادي يدخل، خاصها تخرج بجوج ثواني ولا 3 ثواني. غادي تقول واش هذا خوف؟ ماشي خوف، رعب ماشي رعب، ولكن كنا عند الناس اللي ما عندهم لا ساس لا راس وما معترف بهم حتى شي واحد داك الوقت في الدنيا. يقتلك بحال الا قتل دبانه. لو كان غير كانوا كيشدوا الكلاش ويتيري فيك تهنى تمشي عند الله شاهد. ولكن الله غالب. شحال من واحد كيقول لك واه، ولكن من توصل تما غادي تبان لك الحياه باللي ربي خلقك باش تعيش ماشي باش تنتحر. بعض المرات انا مازال كنسى واحد 2 ولا 3 ديال الاسرى، داكشي اللي كلاو ديال العصا تعطلوا شي شويه، راه والله الا هما كيضربوهم وحنا كنبكيو. ماشي خوف، الام لذاك العذاب اللي كيعذبوهم. تصوروا مع 4 الصباح حفيانين. علاش؟ لان ملي كندخلوا في العشيه من الخدمه كنحطوا الا عندك شي باطوغا مقطعه ولا كنلقاوهم غير في لابوبيل، تجيب هذوك الباطوغات ديال العسكر ديالهم كيترماو وكنقطعوهم نحرفوهم غير باش دير رجلك فيها على الشوك ولا على الرمله ولا على الحجر الا كنت كتخدم ولا. ومن ندخلوا تحطوهم في الباب وتصور 500 واحد، ومن نخرجوا كل واحد يطير على 2 فردات. تجي قدك ولا ما تجيش قدك تلقاه ولا ما تلقاه، ماشي شغلهم، هما كيضحكوا علينا. ورغم ذلك عشنا وكنا يعني على يقين بأننا في الأصل من أجل قضية وطنية. لم نكن نعتقد أبدا بأننا كنا مرتزقة أو كنا ظالمين في هذه الحرب، لا أبدا، بل كنا مظلومين ولا زلنا في قضيتنا الوطنية. غادي نرجع نقول لكم على الغاز اللي كيفاش كانوا كيلحموه كيسوديوه الأسرى ديالنا، وكيفاش كان داك التبادل بيننا وبين دوك لي ميكانيسيان. كنعطيوهم السكر، نعطيوهم الورقه، شويه الصابون كنا كنعطيوهم بزاف، لان باش كانوا كيغسلوا يديهم مساكين بالرمله. من كيساليو كيمشيو تمايا ويغسلوا يديهم بالرمله. من بعد من تحسنت الظروف كنعطيوهم الصابون، نعطيوهم السكر، نعطيوهم ورقه، حتى هما كيجيبوا لنا الغاز اللي يصاوبوا لنا هاد لي فيل اللي قلت لكم، هاد لي فلتر يصوديوهم هذا. والحمد لله ولا تقريبا كل قبه عندها بوش جوج، يعني كومبين غاز جوج من صنع ديال الاسرى. واحد المره حنا في الخدمه وجينا لقينا واحد الضابط ديالنا في السبيطار مالو لا، ومن خرج وجهه كامل حمر يعني بالدواء. اوروزمون كان الطبيب محمد تمايا. قلنا لهم ياك لاباس، تخلعنا بصراحه تخلعنا. قال لك تفرقعت عليه البوطه. كيفاش تفرقع؟ ماشي تفرقعت شعلت النار. الو كيف قلت لكم هاد البوطات اللي عندنا حنايا ما فيهمش البيه، يعني الا كانت ينفوي دو غاز راه ما كاين مشكل، ولكن كانت انفوي دو غاز وحداك شي نار انفلام، شي شمعه شاعله ولا شي قنديل ولا شي بوطه اخرى شاعله، راه الغاز كيسرح. راكم عارفين هاد القضيه. هاد الضابط لسوء الحظ
ولكن الحمد لله برا مخير كاع. كانت شي بوطه شاعله ما كانش رد لها البال، او لا يمكن خرج شي شويه برا على ديك القبه باش يزير الراس على واحد البوطه جابوها له الدراري من الهلال عامره باش يدير عليها الراس. داك الوقت اللي كيدير الراس دارو عوج، خرج الغاز، لان قلت لكم ما فيش البيه، خرج بقوه. هو خصك تبعد في واحد البلاصه امنه اللي ما فيها والو، كتيقن لي يقين تام باللي غير انت وربي وصحابك حتى واحد ما يشعل لا كارو لا هذا، وكدير ديك لافلام كتشعل كتحرق له وجهه كامل تحرق. زعما بصراحه لا لا لا، كنت داوا بخير. ومن بعد دازت شي شهوره في واحد القبه غادي تفرقع على بعض الاسرى مساكين، هما كلهم تقريبا من الرشيديه، نسيت لي الاسماء ديالهم وكنت باغي نسول الاصدقاء على الاسماء، ولكن المره الجايه نجيب لكم الاسماء ديالهم. وماشي 5 ولا 6 مساكين عايشين في واحد، قلت لكم راه في التسعينات بنينا القباب ديالنا، وتقدر تحد القبه كاع تبني واحد الكوزينه صغيره. بدات الناس كتروج كتدبر، بعد ما جا داك الفيضان شي شويه رخفوا علينا حنايا، تسرق من هنا تجيب من هنا تدبر كاع بوطه الى اخره. هادو كانوا كيخدموا يمكن في النخيله ودبروا شي بوطه زينه كاع كويزينيير ديك اللي عندها 3 المجامر بالمقطع ديالها، وعندهم هاد الغاز اللي هو الصناعي. في داك الكولوار كاين القبه الاولى الثانيه الثالثه، والحد تما كاين كوزينه، كاين الاولى والثانيه والثالثه. الاولى كان كيسكن فيها شي دراري ممتازات، الثانيه حداها في واحد الخياط بوشتا مع غرزاز، هادو الاصل ديالهم تا ولاد كيسكنوا في فاس، بابوشتا الله يذكرو خير. والكوزينه وهذيك بناء الرشيديه، ويمكن واحد حداهم. المهم عندنا غرض، حتى كنشوفوا واحد لافلام خرجت دارت كاع انصون بحال اللي تفرقعت شي حاجه. هذا بوشتا الخياط هو ما تقاس، ولكن غير حدا داكشي، وانسان غليظ وبيت تبارك الله وصحيح جبلينيت، انسان متدين داير، كان كيخيط، هو خياط. تعرفوا واحد الرياحه واحد السرجم نقدر نقول لكم فيه يمكن غير شي 40 ولا 50 سنتيمتر كاري، ولا يعني ما يخرجش منه، هو غليظ بديك الخوف وديك الخلعه، والله لا خرج من تم. عاودنا غرزاز قال لك بابوش راه خرج من هنا، غرزاز خلاش خرج مع الباب. هذوك الدراري مساكين كان فيهم واحد لابس سيرفات، ويالله كان سرقها من التجهيز ولا جابها له شي واحد من التجهيز، سيرفات نيلون شعلت عليه تحرق فيها مسكين، هذاك مات. وجوج اخرين ولا 3 دابا نجيب لكم الاسماء ديالهم، تحرقوا كاملين، ولكن براو سولمون بقاو دوك لي سيكاتريس، لان ما لقاوش داك بيو غاز وداك الشيء ما كاينش تمايا. اخواني هذه هي الحياه اللي كانت تمايا، هذه هي الحياه المريره اللي كنا كنعيشوا تما. المآسي كثيره والناس متشوقه باش تعرف، وانا سابقى كذلك احكي حتى يقتنع جميع المغاربه اين عاشت، بل اين عاشوا اسرى الترابيه. اخواني اسمح التليفون طاح، وغادي نجاوب بعض الاخوان اللي قال لك ودي شوفوا التصوير، قبلوا عليا. الصوت راكم كتشوفوه، الصوره كتشوفوها بالتليفون ديالي. الاول ريدمي تكوانسا، دابا شريت واحد اونور، حنا كنضربوا غير مع الزمان باش ما دونك ما عنديش امكانيات باش قال لي واحد الكاميرا وهذا الى اخره. قلت له خويا راه حنا غاديين على قد الحال، ليسونسيال الصوره توصل والصوت يوصل، هذا هو الاهم. اتمنى المشاركه، احييكم والى حلقه قادمه باذن الله.